يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. ارزقنا يا رب. يا اسطى عرفان ارزقنا يا كريم. أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملخص فيلم جديد، أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه بنيكي منتظر طفل دلوقتي، فعلا مراته ولدت له الطفل، يا فرحته. لكن مديره مراته بتولد في نفس الوقت وابنه مات. جرت الممرضة عشان تبلغ لقاته، قالت له الحق الطفل مات. قال لها ما تبلغيش حد، ارجوك بدلي ابني بيه، حنين قوي يا شغته. الراجل ده له فضل عليا ولازم ارده له. وفعلا حط ابنه جنب الست دي مرات المدير بتاعه، هما ماشيين. حصلت المعجزة والطفل صحي من الغفوة اللي كان فيها. قالت له نرجعه، قال لها ماهوش راجع، انا مش هقدر اصرف على ابني، اوعي. وزقها من فوق المبنى، وقعت اترمخت ماتت. هنا راما سمى ابنه راج، وبنيكي سمى ابنه بنته. بعد 20 سنة راجع الواد راج من بره، من امريكا بيقولوا يعني. وبنته هنا نايم، ابوه مبهدله اخر بهدله، وبيركب توك توك زينا وماسك حته بتاعه. هنا الشباب خدوا الطرحه دي من اخته، قالت له الحقني يا بنته. قال لها ما تقلقيش، وراح لهم هات يا صاحبي الطرحه دي. قال له قادر اطلع من هنا بطل لعب. قعد يضرب فيهم قدام علقه متينه، وفي الاخير خد منهم الطرحه. واتصل باخته قال لها ما تقلقيش طرحتك معايا يا مزه. خلصت القصه، خلصت. راح يقدم في وظيفه، بيحكي مأساة حياته ان ابوه بيجيب له الهدوم بتاعته من ابن مديره، وخد منحة الدراسية بتاعته واداها لاخته رغم ان هو متفوق. قال له ما تقلقش انا هخليك تاخد الوظيفة. داخل لقاه الاتش ار اللي هيعمل له الاختبار، واحد من اللي اداهم علقة، اداله علقة تانية وخلاه يمضي. هنا مديرة الشركة اللي هو ما يعرفهاش راح تركب الاسانسير، ساعة ما شافها اسبهل وعمال يبص على رجليها هياكلها بعينيه، وراح يحكي لاصحابه عليها. داخل هنا لقاها قاعدة قدامه، اتصدم. قالت له تعالى يا جميل، انت كنت بقى بتعمل ايه؟ قال لها سامحيني. بعتته بقى في جبال تركب الافيال، في عز الحر عمال يتصل بقى ويشكي. تاخده من هنا توديه بلاد كلها تليج، القطب الشمالي. قال لها ارحميني، ما عدتش هبص على رجليكي تاني. المهم ان هي خلاص حنت تاني. وهنا الراجل بنيكي راح يشوف الممرضة ويحكي لها، بيقول لها ابني كبر وعايش حياة سعيدة، فاكر بقى ان هي لسه معاه. فجأة لقى واحدة ماسكاه من ايده، بدأت تفوق، اتصدم صدمة عمره. راح الواد بنته يحكي لمديرته عن مأساة حياته، قال لها والنبي خب رجليكي دي انا مش قادر. من اللحظة دي بدأوا يقربوا من بعضيهم، وبدأت تاخده معاها في كل حتة بتسافر ليها. حلو الكلام. وده نايتو، واللي فات بطاطس مقلية واللي جاي كفتة مشوية. ده بيقتل أي حد يقف في طريقه. وهنا ابنه قال له شركة راما عليت، قال له روح له خد حصة منهم، عافية وإتاوة. قاعد هنا مستني الواد راج، فابوه قال له ما تقبلش العرض، ارفض يا راج. راج خايف، طلع ابوه راما على التلفزيون وعلى الشاشات وقال لهم انا برفض العرض وامشي يطلع بره. ودي البيت قاموا معاها الواد بنته. راح لهم واحد قال لهم عايز اشتري الشركة بتاعتك بثمن بخس، واذا ما وافقتيش هدمرك في السوق كله. بنته قال له انسوا يا حلو، وقام عجن فيهم عجن محترم، وقال له لو ما احترمتش نفسك انا هنفوخك. فهمني ياض. هنا الحاج راما قاعد سامع الكلام كله ومبسوط جدا من الواد بنته ده، ومعجب بيه، وبيتمنى ان ابنه يكون زيه، وبيحكي الكلام ده لمراته وحماه. لكن مراته ما عجبهاش الكلام عشان بيتكلم على ابنها بكلام مش كويس. قالت له لم نفسك يا شاغته. الراجل قال له احنا ممكن نقرب من البت قاموا دي ونضم شركتها لشركتنا ونخطبها لابنك كمان. وده الراجل بنيكي شايف ابنه بقى الراجل اللي هو بيربيه الراجل راما، هو بيخطب بنت قامه. بنته اتصدم. قامه قالت له صدقني ده غصب عني، ونايمه في حضنه قربت منه اكتر وعماله ترقص معاه رغم ان هي مخطوبه. تاني يوم نايتو راح يقابل راما ويعرض عليه العرض تاني انه ياخد حصه من الشركه. بيرفض، خبطه بالشمسيه عشان يقتله. وهنا خرج من مكان والبنت قام رايحاله عشان تفسخ خطوبتها من ابنه.
لقوه واقع على الارض، جري بيه الواد بانتو عشان يعالجه. يلحق يا جدع، بيجري بيه رايح بيه على المستشفى. شافته البنت الممرضة اللي كان ابوه زقها من فوق، قالت له انت يا ابني راما؟ قال لها لا. فين ابوك؟ شاور لها على حاج بنيكي. قالت له لا يا باشا، ده مش ابوك، ابوك راما. صدقني وحكت له القصة كلها. ساعة ما عرف اسبهل، وفي اللحظة دي هي فرقة الحياة. سلام يا حاج، عملت اللي عليكي. هو هنا مش عارف يعمل ايه، مصدوم صدمة عمره. وساعة ما شاف امه كاشو قدامه نفسه يحضنها. يا عيني على الحزن اللي انت فيه يا ابني. كل الناس بتكلمه وهوش فايق، ضرب بنيك على وشه بالقلم وقال له انت ازاي تعمل كده؟ قال له لا، الممرضة كذابة. قال له عرفت منين؟ الممرضة اللي قالت لي. في الوقت ده عرف ان هو فعلا كذاب وانه مش ابوه. عايز يقتله وبيقول له عملت فيا كده ليه؟ انت راجل ظالم. اعمل ايه دلوقتي انا؟ ارجع لحياتي ولا اعمل ايه؟ وهنا عمال يراقب امه وابوه، وامه كاشو بتعامل ابوه راما بمنتهى القسوة، وماهوش فاهم الحكاية دي اساسها ايه. وده كاسي راجل مرتشي اخو كاشو، بياخد من وراهم الفلوس، والحكاية بايظة خالص، والدنيا خربانة ومش عارف يتصرف معاهم ازاي. قال لابوه لازم توديني اعيش معاهم في البيت. وهنا الدكتور اللي بعمل راما قال لهم لازم تجيبوا بنته يقعد معاكم في البيت هنا، وده علاج جديد. في الوقت ده كان بنته خاطف ابنه بيهددوا بيه، وفعلا بنته دخل المكان. هي قصة كده متفبركة وخلاص. هنا اتعرف على جده بقى، ازيك يا باشا، ازاي الصحة، واتعرف على خاله كاسي المرتشي، واتعرف على بنت خاله، والدنيا هنا مية مية. ماشية الدنيا تمام، ماشية الدنيا تمام. هنا بقول لجده ليه مبلغتوش البوليس؟ قال له العصابة دي يا ابني هتبهدلنا. راحوا المكان في المينا ضربوه. ساعة ما الواد بنته شاف جده لقى علامة على صدره كده، عرف اللي فيها. دخل عليهم قعد يطحن فيهم ويعجن فيهم بكل قوة، ومحدش فيهم قادر عليه نهائي. هو ده الواد الهمام. وقابل بنيته قال له قربت تاني من عيلتي هيكون ده آخر يوم في حياتك، فاهم ولا مش فاهم؟ وهنا مامته بتتكلم في التليفون، وجده عمال يحكي له قصص عن كل العيلة وعن راش، وقال له اقعد يا ابني. قال له ما تقلقش، أي مشاكل في العيلة دي أنا هحلها لك. وهنا بيكشف لهم إن كاسي ده حرامي ومرتشي وسارق 150,000. جده قعد يجري وراهم بالعصاية. جات امه قالت له انت بتقول ايه؟ قال لها اخوكي بيسرقك، وانا ما اقدرش اشوف حاجه فيها سرقه واسكت. قالت له تعرف ايه كمان؟ قال لها انت بتعاملي جوزك بطريقه مش كويسه عشان خانك من 7 سنين، وانت مش قادره تنسي الحكايه ديت. جاله المعلم راما ساعه ما سمعه، قام جاي قال له انت بتقول ايه؟ وخبطه بالقلم على وشه. اوقات كتير بيكون الكذب هو العلاج للمشاكل. قال له لا انت غلطان، الصوت هو المنجي يا عم راما. وهنا قاعد حزين، والمعلم راما راح لمراته يتأسف لها وقال لها حقك عليا سامحيني، وفعلا سامحته. جده اتبسط جدا منه وقال له اللي احنا عملناه نافع، وتصالحوا فعلا. في الوقت ده كاسي بيفكر ان هو ياخد الشركة، وخد ابن بنيته وعمل اجتماع عشان يخلوهم يبيعوا له الشركة بتمن بخس. جه هنا الواد بنيته في ثانية، الواد بنته مسكهم قعد يضرب فيهم ويديله معلقة، وقال له لو قربت منهم تاني انا هخلص عليك. سمعت ياض؟ وقعدوا يرقصوا ويغنوا. لكن للأسف هنا شافوه وهو بيبوس البت قاموا خطيبة راج، فمسكوا هنا بنيكة قعد يضرب فيه، قال له انت انسان فاسد وفاشل، كمان بتخون راج مع قامه، انت لازم تخرج من هنا. وقام جاي ماسكه وضربه وطرده من المكان، وقال له ارجع للي كنت فيه، انت منامتش للنعمة بتاعتك. وهنا قام بتقول انت زعلان ليه يا بنتو؟ ده انا خطوبتي اتفركشت. قعد يحكي لها القصة كلها، وان راما وكاشو دول ابوه وامه، مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يتصرف. وهنا المعلم نيتو قال لهم انا خطفت البت باندو دي بنت كاسي، ولازم تجيبوا نص ثروتكم. وفعلا بياخدوا اوراق ويكتبوها بنص الثروه تنازل ليه، وياخدها راجع عشان يروح يديها له. خايفين عليه بيقولوا اقعد هنا. قال له مالكش دعوه، ده انا واد فاسد وبشرب سجاير وخمره وبتاع بنات، انا لازم اروح انقذها لاني انا بحب ناندو.
الكل مستغرب منه جدا. هنا بنيك اتصل بنانتو قال له بانتو الحق يا بانتو، حصل مصيبة والحق راج. فعلا جري المعلم بانتو عشان ينقذ ناندو وقعد يضرب فيهم. الله يخرب بيت أم دي أسماء. بيهددوا هنا الواد نيتو، غفله وخبطه في صدره بالخنجر وخلص عليه، وفعلا أنقذها، أنقذ البت ناندو ومشي ورجع بيها على البيت وقال لهم أنا أنقذتها لكم وأرجوكم ما عدتوش تحتاجولي في حاجة تاني. استبينا يا رجالة وجاي ياخد بعضه ويمشي من المكان، والراجل بصله بصة غريبة. جده قال له اقعد هنا، وقام جاي ضارب بنيكي بالقلم. قال له بانتو ده هو حفيدي، وانت عملت المصيبة دي من 25 سنة، ويكتشف انه كان سامعهم وسمع المرضى وبتحكي لنانتو على القصة كلها. وهنا راما مستغرب جدا ومتفاجئ ان الواد بانتو هو ابنه. قال له يا ابني انا عارف كل حاجة، وليه ما جيتش تطالب بثروتك؟ قال له كده انا عايزكم تعيشوا في سعادة وخلاص، مش عايز منكم اي حاجة تاني. هنا راما مش مصدق اللي بيحصل خالص. وهنا بانتو اول مرة يقول له يا بابا، حضنه وقام جاي بايسه من دماغه. بحبش انا المشاعر دي يا جماعة، تعال اعرفك لماما. قال له لا، عشان ما تتصدمش ان هي بتربي واد اسمه راج ابنها من 25 سنة وتعرف انه مش ابنها. جت قالت له انا بعتبرك زي ابني، وكنت بغير منك عشان انت كنت احسن منه في الاول، لكن من هنا ورايح انت ابني بالظبط. وحضنته، هي عارفة كل حاجة، واداته نص الثروة اللي كانوا هيدوها للاخ اللي كان سارق البيت ناندو. قال له خد دي الفلوس دي من حقك، وانت من هنا ورايح ابني، ويا بنيكي خد راش بقى معاك وعلمه. هي عارفة كل حاجة، وعاشوا في تبات ونبات. ودي كانت نهاية الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالتعليق والملخص عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. باي يا بشر.